بن عيسى الغفار أو ما يعرف بالخنفوري، من الفقر والهشاشة إلى الإجرام والتجار في المخدرات والاغتصاب. خنفوري المجرم اللي هرب من السجن وخربق منطقة الغرب وكون عصابة إجرامية متخصصة في الهجوم على الأعراس والاعتداء على المدعوين والاغتصاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى حواجز أمنية وهمية. العشران، قبل ما نكملوا هذه القصة، إلا كنتم مهتمين بهذا النوع من المحتوى ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم. وشنو الرأي ديالكم في هذه القصة؟ في بداية التسعينات ارتكب الخنفوري جريمة قتل، تشد وتحكم عليه بالإعدام. فكر وقرر يهرب من السجن ونجح في الهروب من بعد ما قتل واحد من صحابه في الزنزانة. مباشرة من بعد الهروب كون عصابة إجرامية المهمة ديالها هي مهاجمة الأعراس وزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين اللي كيسكنوا في منطقة الغرب. ولا العرس حاجة محرمة على كل العرسان. كبر نشاط العصابة الإجرامي وولات تتعترض سبيل المارة وكتوقف الحافلات وكتستولي على الممتلكات ديالهم. وسال الرعب ديال الخنفوري من بعد ما تمكنات السلطات الأمنية من القبض عليه للمرة الثانية وتعاود تحكم عليه بالإعدام. عيسى الغفار ارتكب أول جريمة في بداية التسعينات، كان مازال ما كملش 20 عام. كانت في هذه الفترة مازال ما طلقوش عليه لقب الخنفوري. قتل واحد من صحابه، تشد وتحكم عليه بالإعدام. لقى راسو في السجن المركزي بمدينة القنيطرة. قرر أنه ما يدوش مدة طويلة في السجن، فكر في مغادرة السجن في أقرب وقت ممكن، والحل الوحيد اللي لقى هو الهروب، ماشي من أجل التوبة أو الاختفاء عن الأنظار، ولكن باش يتعمق في عالم الجريمة. فكر في خطة الهروب بلا ما يستعن بحتى حد، وفي الليلة اللي غادي يهرب فيها قتل صاحبه اللي معاه في الزنزانة باش ما يبرقكش به. قتل واحد كذلك من الحراس اللي حاول يشدوه في ديك الليلة، ما كان عنده ما يخسر لأنه أصلا كان محكوم عليه بالإعدام. وفي ديك الليلة ماشي غير الخنفوري اللي هرب أحد السجناء معاه. استطاع من بعد خطة الهروب أنه يكون عصابة إجرامية ديالو. ما لقاش صعوبات في تكوين هذه العصابة لأنه كانت عنده علاقات مع بزاف من المجرمين. استقرت هذه العصابة في منطقة الغرب ما بين مدينة القنيطرة وسيدي قاسم. الحاجة المفضلة عند الخنفوري هي مهاجمة الأعراس واختطاف العروس واغتصابها. كان كيحول العرس من فرح إلى مأتم، حتى الناس ولاو كديروا الأعراس بالتخبية خوفا من هذا المجرم. كان الخنفوري صارم مع العصابة ديالو وكيقطع لسان لأي شخص شك فيه كيبرقق به، ما كانش كيتردد في القتل ديالو. ديال الخنفوري كانت كدير حواجز أمنية وهمية بالليل باش يسرقوا أموال المسافرين، وتا الفلاحين في ديك المنطقة كانوا كيدفعوا للخنفوري الفلوس باش ما يأديش الفلاحة ديالهم. وأمام هذا المجرم الخطير كان لابد رجال الأمن من تكتيف لحملاتهم التمشيطية، ولكن ما عمره حصل في يديهم. كان ذكي في التنقلات اللي كان كيدير. واحد المرة حاصروه جوج من الدرك ولكن استطاع يتخبى لهم وسط قصب السكر، ومن بعد استطاع أنه يصفيها لهم بدم بارد. استمر على هذا الطغيان والسلطات حتى هي استمرت في نصب الكمائن حتى تمكنوا من القبض عليه رغم المقاومة الشرسة ديالو. شدات المحاكمة ديال الخنفوري انتباه الرأي العام، واحتفلت منطقة الغرب بنهاية كابوس مجرم خطير طيلة شهور عديدة، وتحكم عليه بالإعدام سنة 2006.